محبي الكرز، هاي الوصفة إلكم. كيكة النستلة بالجبن والكرز. كيكة كل مكوناتها طيبة فأكيد تطلع طيبة. تأكدوا كل الألبان والبيض يكونون بدرجة حرارة الغرفة. كاسة خليت بيضتين وكوب ونص من العسل، وضفت لهم كوب حليب ورشة من الفانيلا. بعدين خليت البيكنج باودر وخاشوقتين من الكاكاو الخام، وضفت نص قالب من الزبد. وآخر شي خليت كوبين ونص من الطحين والمي حسب الحاجة، ولازم تخلوهم بالتدريج. وبقالب مدهون مسبقا صبيت خليط الكيك. الطبقة الجبن خليت قالب جبن وصفار بيضة، ضفت لهم خاشوقة نشا، ربع كوب عسل ورشة فانيلا، وخفقتهم لحد ما صار القوام كريمي. خليت الجبن على الكيكة وشويتها مدة 45 دقيقة على حرارة 350 فهرنهايت. ولتحضير صوص الكرز بجدر خليت نص كوب مي وخاشوقة نشا وحليتهم على البارد. بعدين خليت الكرز وربع كوب عسل وعفتها تدخن مدة 25 دقيقة، وزينت بيها الكيكة ورا ما بردت. وبس بالعافية.